أصدقائي، عاملين إيه؟ أنا طول عمري عارف إن، يعني مش طول عمري، من ساعة ما حبيت الحمام وغويت الحمام، يعني عارف إن اللحم الفرنسي بس هو اللي بيلحم. لكن إن جوز بلدي يلحم العش في العش، دي اللي جديدة عليا بصراحة. بس اللي أنا عرفته بعد كده من معلومات، يعني دورت، سمعت أبو هاجر وأبو مريم التونسي والناس اللي هي خبرة في الحمام وجاي الحمام بقالهم سنين، اللي هو يعني سنين. فعرفت منهم ان لا، مش بشرط اللحم الفرنسي هو اللي يلحم بس، لا ده ممكن اي حمام تاني عادي يلحم. بس يبقى لازم شروط معينة: اكل، اكل نضيف، مكان نضيف، علاج، الدنيا، يعني كل حاجة بتوحي ان كل ده يكون كويس، ان هو بحيث ان الحمام يلحم العش في العش. يعني ده جوز حمام بلدي، ادي عياله، عياله هم لسه مفيش 15 يوم اهو. ده ابن بلدي 15 يوم. اهو مفيش 15 يوم، يعني بتاع 17 يوم 18 يوم. طلعت لقيت النتاية محصية الناحية التانية. أنا مربي الحمام على السايب، لقيت النتاية مع هنا اهي، والحصوية تحتيها اهي. سبحان الله، يعني لسه مفيش 15 يوم. فدي حاجة بصراحة تفرح، حاجة كويسة جدا. يعني أنا كنت الحمد لله. فيعني دي حاجة جميلة بصراحة. يعني أنا سمعت، لسه كنت بسمع فيديو امبارح لأبو هاجر بيتكلم عن حمام اللحم الفرنسي البيور والكلام ده. سمعت الفيديو وعرفت ان يعني دي الشروط ومواصفات ان هو يلحم العش في العش. مش بشرط ان هو يبقى اسمه لحم فرنسي فهيلحم، لا مفيش منه، هو مش آلة زي ما هو قال فعلا. لا، الحمام ده روح. مع الاهتمام والمراعية والاكل والشرب والكلام ده، فعلا اي حمام هيلحم. يعني انا جوز بلدي اهو لحم العش في العش اهو، لسه عياله ما فطموش اصلا 15 يوم. والنتاية حصت اول حصوية، وعليها تاني حصوية بكرة ان شاء الله تكون حصت الحصوية التانية. فيعني بجد حاجة جميلة جدا. وربنا يبارك لنا، وان شاء الله في جديد الاسبوع ده. يعني ناوي برضو ان انا ينزل السوق، يا اما اشوف حد كده، يعني من الناس المحترمين اللي بيعرضوا حمام على النت. انا ناوي ان أنا برضو كان اجيب، يعني هبدأ كده مثلا بقص لحم، لحم فرنسي. وبصراحة انا كلمت ابو هاجر وتواصلت معاه، وان شاء الله يعني خلال الاسبوع ده هروح له واقعد معاه شويه. الراجل يعني كريم جدا واسلوبه محترم جدا، وتواصلت معاه، يعني الراجل فوق الذوق بصراحه يعني. وبرضه وقال لي اللي انت عايزه، وهروح ان شاء الله اخد منه قص حمام لحم فرنساوي بيور، وان شاء الله هجيبه في السلاكه هنا يعني، واصوره ان شاء الله. انا كده كده بربع السايب، مش حابس الحمام، مفتح العيون للحمام كلها. يعني انا مربي مفتح العيون، مش مقفل حاجه على الحمام. حتى العيون المقفولة دي انا قافلها بس كده، مش حاجة يعني، هي مفيهاش حاجة، كلها فاضية. فربنا يسامح اللي كان السبب يعني. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كان عندنا حمام كتير وربنا يسامحه. يلا، فان شاء الله خير.